معروفة إن الشتا يعني سينابون، ريحته في الفرن والصوص وهو بيسيح عليه لوحده يحسسك براحة نفسية. النهاردة هنعمله مع بعض بعجينة هشة وقطنية وخطوة بخطوة عشان يطلع مظبوط معاكي من أول مرة. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. في العجان هنزل ب 750 جرام من الدقيق، يعني كيلو إلا ربع، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من اللبن البودر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ومعلقتين الكريم شانتيه دول بينقلوا العجينة في حتة تانية خالص. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنزل بمحسن الخبز الطبيعي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده كذا مرة هفكركوا بيه، وهو معلقتين كبار من الدقيق على كوباية إلا ربع من المية، وبرفعهم على النار لحد ما يتقلوا ويبقوا كده شبه المهلبية، وهسيبهم لحد ما يبردوا تماما. وبعد كده هنزل بيهم على المكونات الجافة بتاعتي. هنزل كمان ببضاية تكون في درجة حرارة المطبخ، وهنزل بكوباية إلا ربع من الحليب الدافي مدوبة فيه معلقتين كبار من السكر، معلقة ونص كبار من الخميرة. هنزل بيهم على المكونات الجافة، وبعد كده هبدأ ان انا اشغل العجان الاول على سرعة هادية علشان المكونات ما تطرش وتبهدل الدنيا، واول كده ما يتجانسوا شوية هبدأ بقى ان انا ازود السرعة بتاعة العجان. هعجن بقى على اعلى سرعة في العجان لمدة 3 دقايق، وطبعا بنزل بالسوائل بالتدريج. هنزل بنص كوباية من الحليب الدافي، مهم قوي ان الحليب بتاعك يكون دافي، ما ينفعش يبقى سخن علشان ما يبطلش عمل الخميرة ويبوظ المكونات بتاعتك. هننزل بالنص كوباية دي بالتدريج على العجينة اثناء ما العجان شغال. اول ما العجينة تلم معايا هنزل بمعلقتين كبار من الزبدة، وبرده الزبدة في درجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش ساقعة من الثلاجة. وهبدأ بقى ان انا اشغل العجان تاني، يا دوبك بس الزبدة بتاعتي تختفي وتختلط كده مع العجين اوقف عجن على طول. هشكل العجين كده بايديا والمه، وهغطي البولة بتاعة العجان بستريتش او بفوطة، وهسيب العجين بتاعي يخمر. هياخد معايا ساعة تقريبا، لان طبعا الجو برد دلوقتي، لكن لو انتي مستعجلة ممكن تدفي الفرن شوية وتسيبيه البولة جوه الفرن، ممكن تاخد معاكي نص ساعة. نحضر بقى الحشوة بتاعة السينامون. هنزل ب3 معالق من الزبدة تكون طرية، يفضل كمان ان هي تكون سايحة عشان تقدري ان انتي تقلبي الحشوة بتاعتك بسهولة. هنزل عليها بمعلقتين كبار من القرفة، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وممكن تستغني عن الكاكاو الخام لو انتي بتحبي القرفة. استغني عن معلقة الكاكاو الخام واستبدليها بمعلقة قرفة، يعني حطي 3 معالق قرفة بدل معلقتين قرفة ومعلقة من الكاكاو الخام. هنزل كمان ب3 معالق كبار من السكر، وهبدأ ان انا اقلب الحشوة دي كويس جدا لحد ما الزبدة تسيح تماما والمكونات كلها تتجانس مع بعض وتبقى معجون بالشكل ده. هسيبها بقى على جنب، وهبدأ ان انا احضر العجين بتاعي. مهم قوي ان الرخامة اللي انا هشتغل عليها واي سطح هشتغل عليه يكون مرشوش عليه دقيق زي ما انتوا شايفين كده، وكمان ان الشابة بتاعتي تكون مرشوش عليها دقيق علشان ما تلزقش في العجين. هبدأ بقى انزل بالعجينة بعد ما اختمرت. انا قسمت العجينة دي لنصين، يعني هعملها على مرتين علشان الرخامة بتاعتي مش كبيرة، لكن لو السطح بتاعك كبير ممكن تفرديها مرة واحدة مفيش مشكلة، بس لو انتي اول مرة تعمليه ولسه مبتدئة خليهم على مرتين احسن علشان يبقى سهل معاكي. هبدأ أفرد العجين بالنشابة، وأحاول إن أنا أخلي العجين رفيع على قد ما أقدر لأنه طبعا لسه هينفش معايا. بعد بقى ما أفرش العجين هسويه لمستطيل كبير زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هدهن بقى عليه الحشوة اللي احنا عملناها وكنا سايبينها على جنب. هبدأ إن أنا أفرش الحشوة عليه لحد ما أملى كل مستطيل العجين. هبدأ بعد كده بسكينة حامية وابدأ ان انا اقطع العجين بالطول. هبدأ ان انا اقيسه بأي حاجة عندي تخلي معايا العجين متساوي، بمسطرة بمعلقة بأي حاجة، بس ان انتي تعلمي بيها العجين علشان القطع معايا تكون متساوية. انا قطعتها لقطع كبير، الكمية دي هتعمل معايا حوالي 5 قطع من العجين اللي انا سويت بيه الاطراف برضو ما رميتوش وبدأت ان انا افرده تاني، ولكن قطعة السينابون بتاعته مش هتطلع مظبوطة طبعا زي العجين المتساوي، ولكن انا برضو عملتها علشان هعمل منها فتة سينابون. طبعا اللي عارفني عارف ان انا بستغل كل حاجة وما برميش اي حاجة، وكل حاجة بتنفع معانا.
طبعا انا مقطعه العجين لقطع كبيره علشان كل واحد ياخد القطعه بتاعته، ولكن لو انت حابه ان انت تعملي قطع اصغر او عدد افراد الاسره عندك اكتر وحابه ان انت تعملي قطع كتير، حابه ان انت تخزنيه، يعني ممكن تقطعي القطعه بتاعتك زي ما انت عايزه بالحجم اللي انت عايزاه. بعد بقى ما قطعت العجين بطول بالسكينه بدات ان انا الفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهيطلع معايا مظبوط جدا. هرصه بقى في الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهغطيه بفوطه وهسيبه لمده ربع ساعه علشان يرتاح ويخمر تاني معايا. بعد ما سبته يخمر ربع ساعة في الصينية اللي انا هدخلها الفرن، هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 220. هيقعد معايا ربع ساعة مش اكتر من كده، مطوليش عليه علشان ما ينشفش معاكي، ومهم كمان ان انت تدخليه على فرن متسخن من قبل. هسيبه بقى في الفرن يستوي براحته، وهروح اعمل الصوص اللي اول ما يطلع السينامون هحطه عليه. هنزل بكوباية من السكر البودر، نص كوباية من اللبن البودر، وهنزل بعلبة من الجبنة الكريمي بس تكون صغيرة، يعني مقدار تقريبا نص كوباية. هنزل كمان بنص كوباية من الحليب، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبدة، والزبدة برضو تكون في درجة حرارة المطبخ عشان ما تفصلش معايا وانا هضربها بالهاند بلندر كويس لحد ما القوام يتقل معايا ويبقى بالشكل ده. كمان الصوص ده كل ما بيقعد كل ما بيتقل معايا، يعني لو انت هتحطيه في التلاجة او هتخزنيه لما يطلع معاكي هتلاقيه تقل شوية، ممكن تزودي عليه شوية حليب علشان تخففيه. السينابون بقى طلع معايا، وزي ما قلت لكم انا عملت 5 قطع من السينابون، هعمل 3 بالكراميل وهعمل 2 باللوتس. اول ما السينابون يطلع يا دوبك بس اسيبه 5 دقايق يهدى، وبعد كده هنزل عليه بالصوص الابيض اللي احنا عملناه. انت بقى بتحبي على السينابون الصوص كتير بتحبيه قليل، زي ما انت حابه، المقدار اللي انت حابه تحطيه على السينابون حطيه. حطيت عليه شويه من الكراميل، كان عندي كده اكياس من الكراميل كانت جايه مع الكريم كراميل، وانا كنت مستخدمه البودر بس، واستخدمت النهارده الكراميل بتاعه على السينابون بالشكل ده. والاتنين التانيين برضو عملتهم بزبدة اللوتس، وممكن برضو انتوا تستخدموا الفليفر اللي انتوا حابينه، ممكن تستخدموا شوكولاتة، تستخدموا توت، تستخدموا فراولة، ممكن كمان تسيبوه كده بالصوص الابيض وتحطوا عليه مكسرات بس زي ما انتوا بتحبوا طعم السينابون. طبعا الاذواق بتكون مختلفة، زي ما تحبوا زينوا السينابون بتاعكم. بس كده جربوه خطوة بخطوة في الفيديو وهيطلع معاكم ناجح من اول مرة، وهستنى بقى رأيكم في الكومنتات. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.